السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل متابعيني وحبايبي يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل النهاردة حاجة كده حلوة في السريع. بس قبل كده أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل النهاردة حاجة كده حلوة، كيك كده في قالب صغنون قوي، وكوباية كده من النسكافيه. طبعا بعد تعب اليوم كله لازم أكافئ نفسي بقى وأكل حاجة حلوة، وأعمل المشروب اللي أنا بحبه. انت كمان بعد تعب اليوم، وبعد ما تعبنا خالص في المطبخ وشغل البيت، وفي آخر اليوم كده هنعمل حاجة حلوة بسرعة، وهنعمل المشروب المفضل لينا. هنعمل كده قالب الكيك، والمقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في البيت ومش مكلفة. بداية كده هحط 3/4 كوباية من السكر، وعليهم بيضتين 2، وطبعا البيض منضاف لي الفانيليا. هحط ربع كوباية من الزيت، وهضرب الخليط كويس جدا. وخطوة الضرب دي مهمة جدا علشان النتيجة تكون أحسن وأحسن، لأنه كل ما ضربنا الخليط أكتر كل ما كانت الكيكة هشة ومرتفعة وطرية، والطعم كمان حلو قوي. هنضرب كده الخليط بتاعنا حوالي 7 8 دقايق. وطبعا زي ما قلت لكم الكيكة طعمها حلو قوي وبسرعة هتتعمل. هنا حطيت ربع كوباية من اللبن، وحطيت عليها معلقة من الزبدة، وهاخد اللبن مع الزبدة واسخنه كويس قوي على النار، علشان الزبدة تكون سايحة خالص في اللبن وتمتزج تماما مع اللبن. بعد ما سخنت بالشكل ده هنزل بيها على الخليط بتاعي، وبرضه هضرب كويس جدا. ولو مفيش مضرب كهرباء ممكن عادي بالمضرب اليدوي، وبتتضرب كويس برضو، وبتدي برضو النتيجة المطلوبة. هنا حطيت كوباية الدقيق، وبرضو هضرب كويس بالمضرب اليدوي. بس قبل كده حطيت معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح. هضرب كويس لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص هنا القوام المطلوب هو ده. وهبدأ هنا أجهز القالب اللي هيدخل الفرن. حطيت هنا معلقة من الزبدة أو السمنة، وهدهن بيها القالب كويس. وهنا هرش رشة كده من الدقيق علشان أضمن إنه الكيك ما يلزقش في القالب. طبعا بطنت القالب كويس جدا بالزبدة والدقيق، وهنزل هنا بالعجينة، واللي كان قوامها بالشكل الحلو ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حوالي ساعة إلا ربع. وده كان شكل القالب قبل ما يدخل الفرن. قالب الكيك طبعا عملناه بسرعة وما خدش وقت، وفي نفس الوقت المقادير متاحة وسهلة ومش مكلفة. بس هنعمل كده حاجة حلوة طعمها حلو، وتتاكل بقى مع فنجان شاي او القهوة او النسكافيه، حاجة كده يعني ايه طعمها حلو.
وسريعة. وطبعا لحد ما الكيك يخرج من الفرن هنبدأ نعمل كوباية النسكافيه بتاعتنا اللي هتظبط الدنيا معانا. طبعا هنا هاخد معلقتين من النسكافيه على كوباية اللبن على معلقتين من السكر، وهنعمل دلوقتي أحلى كوباية نسكافيه، حاجة كده تظبط الدماغ. ويعني كده لما تحبي تدلعي نفسك وتعيشي كده في الروقان تعملي الكوباية دي، لأنها يعني حاجة كده حلوة قوي، طبعا مفضلة ليا جدا يعني. حطيت هنا معلقتين من النسكافيه، وهحط كمان معلقتين من السكر، نزلت عليهم بشوية مية بس مش كتير، وضربتهم بالشكل ده لحد ما بقوا كريمي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو مفيش مضرب النسكافيه عادي مش هنقف عليه، هنضرب بأي حاجة متاحة. حطيت هنا هوت المقادير كلها على بعض وضربت بمضرب الكهرباء عادي، مش لازم أبدا مضرب النسكافيه، وكان بالشكل الحلو ده. النتيجة كانت فعلا روعة. شايفين قد ايه النسكافيه بقى كريمي قوي اهو. طبعا كوباية نسكافيه بقى يا سلام، حاجة كده حلوة قوي. هنا هاخد كوباية اللبن وهنزل بيها على النار علشان اسخنها كويس قوي. هنا بعد بقى ما سخنت اللبن هنبدأ نضيف النسكافيه للبن عشان نعمل الكوباية الفظيعة بتاعتنا دي. هاخد بقى كريمة النسكافيه وهاخد منها معلقة وهقلبها كويس في اللبن. بعد كده هنضيف بقية كريمة النسكافيه بالشكل الحلو ده عشان يدينا الشكل الجميل ده للكوباية، كوباية النسكافيه. واللي طبعا بنشربها يعني الكوباية دي طبعا يا جماعة بنشربها بره بأسعار مكلفة جدا، لكن احنا هنا عملناها في البيت بأحلى كمان طريقة، وسعرها مش غالي ولا حاجة خالص. كوباية نسكافيه كده جامدة جدا. وهنا خلاص الكيك خرج من الفرن بالشكل الجميل ده. شايفين قد ايه قالب الكيك حلو قوي، هش ومرتفع وطري، وريحته كانت فعلا حلوة قوي قوي. هنبدأ هنا نقطع القالب بتاعنا كده بالشكل ده اهو. شايفين الجمال، طري جدا ولذيذ قوي. طبعا قطع الكيك يا جماعة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. معانا بقى كوباية النسكافيه الخطيرة دي، ومعانا شوية من الكيك القمر ده. ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده حلوة قوي. عملنا كده الكيك في السريع وبسرعة عشان ناكل حاجة حلوة، وكمان نشرب معاها المشروب المفضل لينا. يلا بقى قومي كده دلعي نفسك واعملي مشروبك المفضل، واعملي كمان قالب الكيك الخطير ده. ولو عجبك الفيديو اوعي تنسي بقى تحطي لايك للفيديو، واشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة. يلا سلام.